ابتهال ابو سعد، تسرعتي يا بنتي تسرعتي. اش داك لهذا الشيء؟ اش داك؟ غادي تندمي وما تنفعك ندامه. ضيعتي راسك وضيعتي والديك وضيعتي داك المنصب اللي كيتمناه اي واحد على وجه الكوكب ديال الارض باش تكون موظف في مايكروسوفت، وتضيع هذه الوظيفه هذه وهذا التعب ديال الايام والغربه في ثواني فقط من اجل لحظه عابره ومن اجل كلمه لن تقدم ولن تؤخر. تسرعتي يا بنتي. اللي كيقول لي هذه الهضره هذه بغيت نقول له واش كتعرف ابتهال ولا ابتهال كتعرفك؟ تشاورات معاك وما دارتش بهضرتك، فين كتعرفها؟ علاش هز لها الهم؟ وهي اللي تهز لها من راسها، هي اللي تعبات وهي اللي ضربت التماره وهي اللي شقات وهي اللي تعلمات، وماشي شي وحده جاهله باش تلقن او تعلم. البنت راها مهندسه في اعظم شركه في الكوكب هذا مايكروسوفت، ورغم ذلك اتخذت هذا القرار. ما الدليل الذي معك يمنعها من ان تقول هذا؟ اعطينا شي دليل شرعي يحق لك ديك الساعه تقول لها لا ما ديريش هكا لان ربنا قال ولان نبينا قال، بينما هي معها من الادله ما يخرسك يخرس امثالك من المتكلمين المتفقهين المسرسرين. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله ما يعرف بحق هذا الحديث هذا غير اللي جربه. معها من قول معها من كتاب الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس ويدخل فيها النساء والرجال تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر. عندما رأت ابن جلدتها يطور الأنظمة لضرب إخواننا في فلسطين ويدعم قتل الأبرياء، فجاءها الغيظ والغيرة الموافقان للشرع، فقامت وأنكرت في حفل عظيم بمنصبها الكبير الذي تحلم به أنت وأمثالك، ولكن لا علم يسعفك ولا إيمان يقويك ولا فهم ولا نفس ولا مشاعر ولا قوة ولا بدن ولا عقل يسوقك لمثل هذه الوظيفة. ورغم ذلك قويت على أن تقول لها تسرعتي يا بنيتي، ما كانش خصك ديري هكا. راه هاد الناس هادو اللي ماشي مسلمين وتينوضوا تيقوموا من اجل القضيه راه ما تيهمهمش هما يا فلان ولا علان ولا هذا مسلم ولا هذا كافر وقت قاعد يكره الاسلام، ولكنه يحافظ على اخلاقه الطبيعيه وعلى ضميره الانساني العادي بعيدا عن الشرع. فهو لا يستطيع ان يرى ظلما ويسكت عنه، ولا يستطيع ان يرى عدوانا ويتعاطف معه. هذه هي الاخلاق التي اصبحنا نحارب من اجل ان تبقى في قلوب الناس وفي قلوب المسلمين. يا حسره انه يشوف الظلم ويسكت عليه، يشوف العدوان ويسكت عليه، يشوف الظلم ويصفق ليه، يشوف الظلم ويعيده باوجه من اوجه الادله التي تدل على انبطاحه وعلى خواره وعلى ضعفه وعلى جبنه بل وعلى دياثته. كلمه قال لك ما غتغير والو، وهذه الكلمه هل يستطيعها غيرها؟ وقد استطاعها غيرها ولم يقلها. نحن في زمان يحاربون الكيان المختل عن السكوت لما سكتتم، عن الكلام لما تكلمتم. بس هذه تغيير المنكر في ذاك الموقف في ذاك المكان في ذاك الظرفيه هذا شيء عظيم عندهم، ولذلك اوقفوا حسابها، ونسال الله ان ينجيها من شرهم وكيدهم ومكرهم. اما انت مشارجين نجمه 6 وفاضح الدنيا بالتعليقات ديالك، وانت تلوض واقيلا الجنابه من العيد ما غسلتيهاش. الله المستعان. هكذا اصبحنا في زمن تنوب فيه النساء عن ادوار الرجال. أصبحنا في زمن النساء يأمرون بالمعروف وينهين عن المنكر، أما أشباه الرجال جهدهم أن يعلقوا عليهن ويلقون بالملامة عليهن، والملامة تسكنهم من رأسهم إلى أخمص قدمهم. المرأة تعلمت أن المسلم أخو المسلم لا يسلمه، فما أسلمته لا يخذله، ما خذلته وما أسلمته وما خذلته، بل نصرته بما تستطيع ومن موقعها، والله سيعوضها خيرا، والآخرة خير لك من الأولى بإذن الله عز وجل، ولن يضيعك الله عز وجل يبتيها في الدنيا قبل الآخرة. وهذه هي المرأة المغربية الحرة التي ينبغي للنساء أن يتعلمن منها. هذه هي المرأة المغربية التي تشرفنا كمغاربة، لا فتاة التيك توك، لا فتاة منتصف الليل بالأجساد العارية والكلام الفاحش البذيء وبالرقصات على التيك توك. ماشي هذه المغربيه، هذه هي المغربيه، وهذه هي اللي كنعرفوا. اما هذوك راه نساء تخلى الاب والام عن دورهم في تربيتهم.